يابا يابا. نم 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 ايه يا حاج؟ في ايه مالك كده؟ نم ايه؟ لا ما فيش يا ابني، والله شوية برد كده وان شاء الله ابقى كويس. قوم يابا كده، ما تنامش كده، قوم فوق كده واقعد معانا بره كده، صحصح كده، خليك تفوق. والله يا حماصة يا ابني ما انا قادر، حاسس ان جسمي مكسر كله ومانيش قادر اقوم، سيبني انام شوية. لا سلامتك، الف سلامة يا حاج. ورحت للدكتور طيب ولا ايه؟ ما انا يا ابني رحت للدكتور وكتب لي على روشتة وانا مستني اصرفها بس، واما اخدها ابقى كويس ان شاء الله. ان شاء الله يا حاج هتبقى كويس الوقت. ولا وبعدين انت مالك كده جاي من الشغل بدري ليه كده النهارده يا حماصة؟ ها؟ لا ده النهارده كده بس هياخدلنا اجازة كده النهارده، المدير اداني اجازة النهارده. ماشي يا ابني، ربنا يكرمك ويوفقك كده ويبعد عنك العصافير اللي في الشركة. لا ما تقلقش يا حاج، العصافير عملت شغل. ماشي يا حاج، ماشي يا حاج، سيبك انت تنام واخد الروشتة، انا اروح اصرفها لك واجيلك على طول. ماشي يا حماصة، ربنا يخليك يا ابني والله. انا خدامك يا حاج. وبعدين بقى في الحوص اللي انا وقعت فيها ده، اجيب العلاج منين دلوقتي؟ بقول لك يا حماصة، امرنا يا حاج، خير. وانت خارج يا حماصة قول لي لامك تعمل لي كوباية ليمون، جسمي كله وجعني وزوره مش قادر اتكلم منه. حاضر يا حاج، نام انت وارتاح انت يا حاج، سلامتك الف سلامة. بقول لك ايه يا سامبو، حاول تشوف لي شغل باي طريقه الوقت، اي شغل اي شغل مهما كان. اشوف لك شغل فين الوقت يا حماصة؟ ما اعرفش يا صاحبي، ابويا تعبان وعاوز علاج ومانيش عارف اجيب له الوقت وما فيش معاه فلوس، شوف لي اي شغل عشان اقدر اجيب له العلاج. طب ايه ده يا عم مالك كده؟ كل حاجة هتتظبط ان شاء الله. لا شغل دماغك كده يا سامبو، انا عارف ان انت ليك سكك وليك طرق. بص يا صاحبي، مفيش غير حل واحد. ايوه يا صاحبي، الحقني بيه. ولا اقول لك لا خلاص هيبقى تعب عليك. يا عم ما تخلص قول. بص يا حماصة، انت ممكن تشتغل اي حاجة عشان تجيب فلوس دلوقتي. اي حاجه يا صاحبي مهما كانت، خلص انجز. حتى حاجة ديت لو كانت عتالة، تشيل رمل وزلط وتوب. حتى لو كانت زفت اشيل زفت ولا يهمك، اشيل اي حاجه. بقول لك ابويا تعبان وعاوز روشته العلاج دلوقتي اهو، ما تقول يا عم الزفت انت. طب صلى على النبي يا حماصة. عليه افضل الصلاه والسلام. عارف عمك الضبع المقاول؟ عارفه، ماله؟ عارف انت الونش بتاعه اللي بيشتغل عليه، اللي بيطلع الطوب والزلط والاسمنت؟ اه الونش بقى بتاعه اللي بيشتغل عليه عطلان ومحتاج حد يطلع الرمل والزلط الوقت اهو وقت وياخد الفلوس على الطول. او مش عارف، يا نهار ابيض، رمل وزلط. والله يا صاحبي هو ده الحل اللي قدامي الوقت، لو عندك حل تاني ماشي. طب فين عم الضبع ده، فين الوقت؟ هتصل لك بيها يا صاحبي. ايش يا سامبو؟ ايه يعني خلاص موافق اتصل بيه؟ موافق يا سامبو، خلاص، ما فيش حاجه تاني غيره. تمام يا صاحبي. ايه ده يا ابن الجزمه، معاك ايفون؟ قر بقى عشان يقع مني الوقت ويتكسر. طب انجز بقى يا عم بقى، كلم وخلص. احفظ الجمال ده حماصة. جمال ايه ده يا ابن الجزمه؟ ده انت هتخلينا اشيل رمل وزلط. الو يا عم الضابع. ايوه مين؟ انا السامبو يا حاج، ايه اخبارك؟ اهلا، ازيك يا سامبو؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله تمام، انت ايه اخبارك؟ انا الحمد لله. بقول لك ايه يا حاج، امورنا يا سامبو، عاوز ايه؟ انت كنت مكلمني ان انت عايز حد يشيل رمل وزلط ويطلع على السطح، صح؟ صح يا سامبو، انت لقيت الراجل ده؟ قاعد معايا يا حاج. طب تمام، لو عايزين تيجوا الوقت تعال. نجي لك عند البيت؟ تعالوا اتفضلوا، انا مستنيكم. ماشي يا عم الضبع، احنا جايين على طول اهو. يلا حماسة. يلا يا سامبو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حماسة يا عم الضبع اللي انا كلمتك عليه دلوقتي. اهلا، ازيك يا حماصه؟ الحمد لله يا شيخ والله. وانت عايز تبدا من امتى ان شاء الله يا حماصه؟ يا ريت من الوقت يا معلم، انا معاك اهو. الوقت ايه يا ابني؟ معقول؟ ده الجو نار، العمال عندي بيشتغلوا من بعد العصر. معلش يا معلم، خلينا اشتغل من الوقت. اول مره في حياتي اشوف حد اقول له ما تشتغلش في الحر يقول لي لا عاوز اشتغل في الحر. الظروف بتاعكم بقى يا معلم. عشان كده قلت لي. ماشي. طب بص بقى يا حماصه، انا محتاج اطلع 20 شكاره اسمنت فوق ومترين رمل. تحت امرك يا معلم، حالا ابدا الوقت الشغل. طب قبل ما تشتغل يا حماصه نتفق، تحب تشتغل باليوميه ولا تشتغل بالحته اللي هتطلعها؟ اللي انت شايفه يا معلم، انا تحت امرك فيه. طيب يا حماصه، مبدئيا كده اليوميه عندي هنا ب 200 جنيه، ولو هتشتغل بالحته المتر بيطلع عندي ب 50 جنيه. 50 جنيه مش شويه يا معلم. عشان عندك ظروف يا حماصه هخلوا لك ب 80 جنيه. اللي انت شايفه يا معلم، انا تحت امرك. يلا ورينا يمتك يا بطل، خلص وبعد ما تخلص تعالى لي المكتب. تحت امرك يا معلم. ماشي يا رجاله، بعد اذنكم انا. اتفضل يا معلم. في يا ابني، هو انت هبل عاوز تشيل رمل وزلط في عز الحر ده؟ بقول لك ايه يا سامبو، انا في ظروف ربنا اللي يعلم بيه. سيبني في حال، الله يرضى عليك، وشكرا يا عم على اللي انت عملته معايا ده. يا عم الزفت، انا خايف عليك انت. ما هو غصب عني يعني يا سامبو، اعمل ايه؟ ابويا نايم في البيت وعاوز اجيب له العلاج. ماشي يا حماسة براحتك. حبيبي يا صاحبي.
خلص بقى وابقى رن عليا ماشي. قشطة يا سامبو ماشي. يلا هروح انس الجو هنا نار، ما عدتش قادر اقف في الحر ده. الله يكون في عونك يا صاحبي. ماشي يا سامبو. يلا استعنا عشاء بالله، عيني يا رب.